قبل ما نبدأ الفيديو يا صديقي، حابب اقول لك لو قلبك خفيف وبتخاف وطفي النور، لا تنور النور وانت بتتفرج على الحلقة دي. قلبك جامد ومش بتخاف، كمل الفيديو بأي وضع انت موجود فيه طالما انت قلبك جامد. وفي البداية لو بتخاف اصلا من البداية يبقى تخرج من الفيديو ده خالص. ويلا بينا نبدأ القصة بتاعتنا والتجربة الحقيقية المؤلمة، قسما بالله رعب. فضلا وليس امرا تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس. ولو عندك تجربه جروب على الفيسبوك تجارب حقيقيه، خش سيب تجربتك هتنزل في فيديو. في البداية طبعا يا جماعة القصة بتاعتنا في مصنع ملابس كبير حصلت في الجيزة سنة 2001. قصة مرعبة مع كل اللي شغالين في المصنع، والكلام كان قبل رمضان في سنة 2001 ب3 أيام بالظبط. حصل اللي محدش قدر يتخيله، ولا العقل الباطل ولا عقلك يستوعبه ولا يتصدق، بس حصل وناس كتير شافته وصدقته، لان هي قصة مرعبة شديدة. راح منها اكتر من 8 بنات و7 اولاد، كلهم شباب شغالين في المصنع. وغير كده كل المنطقة اللي كان فيها المصنع قريب، اقسم بالله المنازل البيوت كانت عايشة في رعب كبير. كمل معايا وهوريك الجن وصل ان هو عمل في الناس دي ايه. المصنع كان كبير قوي وفيه اكتر من جهاز واكتر من آلة ممكن انت تشتغل عليها، فعشان كده كان فيه اكبر عدد من الناس. وطبعا منشية ناصر مشهورة بمصانع القماش والكلام ده. طبعا كل واحد بيبقى صنايعي شغال في المصنع بيبقى قاعد على مكانته وشغله قدامه. طبعا بدأ ان الجن اللي هناك والجن اللي حضر في المصنع ده، خلي بالكم كان جن ومعاه حاجة شبيهة للكائن الفضائي اللي صورته قدامكم ده اللي انا حاطه في البوستر، وكان معاه كائن تاني عينيه بتنور اللون اللي في الدايره اللي قدامكم، والسهم اللي معمول على اللي بيبص على الكائن الفضائي. كل ده صور متاخده بطريقه بشعه من اماكن رعب. هكمل لك في المصنع حصل ايه. بدا كل واحد قاعد شغال ممكن يقوم من يتغدى يلاقي المصنع مثلا في حاجه كده مرعبه، بدات تاخد واحد ورا واحد كل شويه، لدرجه انها دخلت 3 مستشفى الامراض العقلية، والباقي منهم توفاهم الله، واللي موجودين دلوقتي ما بيتكلموش. بدأ ان الجن يولع في الشغل بتاع الناس اللي شغالة من غير ما حد يحس. يعني انا مثلا ممكن ابقى قمت اشرب شوية مية، ارجع الاقي النار بدأت تمسك في اللبس اللي انا شغال فيه او الحاجة اللي انا شغال فيها من صباحية ربنا، وتعبه كله بيولع قدامي. لازم اجي اعمل بلوى مع الصنايعي اللي شغال قدامي. هو ده اللي انا المفروض اعمله. ما انا ما كنتش مؤمن بموضوع الجن والعفاريت والانس والفضائيين، وما كنتش ليها في الكلام ده، لان انا اصلا يا مرعب مش متعلم. كنت رايح اشتغل في المصنع. انا لو متعلم كنت اروح اشتغل تحت ايد صنايعي في ورشه كبيره ليه او في مصنع كبير ليه لو متعلم. لا يا مرعب انا اتجننت. وبعد ما النار بدات تولع بدا كله يشكل في بعضيه، والمصنع وقف على رجل، والمدير جه. ما خلاص كل يوم بقى فيه مشكله واشياء غريبه بتحصل. بعد كده كنا نايمين طبيعي ومفيش اي حاجه خالص، وفجاه نلاقي النور قطع وجه 6 مرات ورا بعض. انا عديتهم 1 2 3 4 5 6. في المرة الستة لقينا كائن قدامنا واحنا نايمين، صحينا عليه في وشنا، ما يعلم بشكله الا ربنا. كلنا لما شفنا المنظر ده، في اللي كان قاعد عامل زي الاطفال مخبي وشه تحت البطانية في المصنع. طبعا احنا كنا بنات في قسم تاني الولاد بيناموا فيه، تمام. في قسم البنات عندنا ده كله حصل. بدأ ان كل شيء نتجنن عندنا، نصوت ونصرخ لكن تحس ان مفيش حد سمعنا. نصرخ ننادي يا محمود يا محمد
محمد، يا وليد، يا استاذ مصطفى، يا ست ام محمود. مفيش حد بيرد علينا يا مرعب. فجأة اصوات غريبة بدأت تبقى حوالينا في كل المكان بتردد اللي احنا بنقوله. انا بقول يا محمود، احس ان في جيش ورايا بقول يا محمود يا محمود يا محمود كتير. الصوت بيردد وبدأ بقى في رعب وتوتر جامد، وخلاص بقى اتبهدلنا. الكائن ده بدأنا ان احنا نحس بسخونة كتير قوي حوالينا وفي كمية رعب بسيطة، لحد ما النور رجع تاني. ما شفتش حاجة، لكن صحابي كلهم اللي يصوت واللي يلطم ومحدش سمعنا برضو لحد دلوقتي. بدأت أبص من عدسة الباب عشان أشوف المرعب اللي أنا ما كنتش مستنية أشوفه. طبعا شفت اللي بيحصل فينا بيحصل برضه بره في الناس اللي معانا، المديرين والكبار اللي معانا اللي شغالين. فصرخت للبنات، رحنا نايمين قاعدين تحت البطاطين مغطين وشنا، صرخنا. أنا عاوز أقول لك إن بعد الصرخة بتاعتنا كلنا من كتر الرعب حسينا إن الباب اتفتح من كتر الرعب. كلنا نمنا ما دريناش بنفسنا إلا وإحنا بيصحونا في المصنع تاني يوم علشان نقوم نشتغل الطبيعي. نسأل حصل 1 2 3. انا عاوز اقول لك ان كل البنات اللي كانت معايا، كل البنات شافت الا الناس المديرين قالوا ما فيش حاجة حصلت، ولا زعيق ولا صريخ ولا هستيريا ولا حد يتكلم خالص اصلا. انتوا باين عليكي كنت بتحلمي. قلت لها طب انا كنت بحلم يا استاذة، صحابي كانوا بيحلموا معايا، صحابي كانوا معايا في الحلم، صحابي موجودين فعلا. هم فضلوا من هنا لهنا لحد ما اقتنعنا واشتغلنا. وطبعا احنا عايشين في رعب، بنعد في الدقيقة بنقول لها ما تمشيش، اوعى تمشي وبالليل يجي، عشان خايفين نواجه اللي احنا واجهناه يا مرعب. لان اللي انا شفته والعياذ بالله انا واصحابي اللي كان معايا محدش من البشر يقدر يتحمله. انا شفت كائن عامل زي الفضائيين، وشفت واحدة ست، وشفت حاجة تاني عاملة زي القرود عينيها بتنور بطريقة هستيرية مختلفة مرعبة جدا. طبعا انا كنت خايفة جدا الوقت يعدي واشوف اللي انا شفته بالليل اصلا يا مرعب، لدرجة اقسم بالله العظيم بقيت اقول لي الدقيقة ما تمشيش، وقاعدة خايفة وقلقانة ومتوترة جدا. مش انا بس على فكرة، انا وكل اللي كانوا معايا في الاوضة وحسوا معايا ده وشافوا معايا ده، كلنا كنا قاعدين اصلا في كمية رعب رهيبة لحد ما الليل جه والمفروض ان احنا هنبات. وحصل برضو نفس اللي حصل معانا، بس المرة دي زادت طقطقين، لان كان في حاجة عندنا زي سور صغير كده. فجأة لقينا الكائنات دي قلبت على بعضيها وقعدت تشاكل في بعضيها، والكائن اللي كان شبه الكائن الفضائي هو واللي شبيه للجن، والتاني اللي هو شبيه للحيوان ابو عينين خضراء او زرقاء. انا مش فاكر قوي بس انا بقول لك اللي حصل. طبعا دول بدأوا هم يشكلوا ببعضيهم، وبدأوا ان هم يخشوا علينا يكسرونا كل شيء في المكان ويضربونا، وعشنا في رعب ونصوت ونصرخ، وبرضه مفيش حد بيستغيث بينا ولا بيعمل معانا حاجة ولا حد سمعنا، وعايشين في كمية رعب. فجأة سمعنا صوت صراخ كبير قوي جاي من كل مكان حوالينا. صاحبتي بتقول لي هنعمل ايه، هنتصرف ازاي، وبتصرخ جامد. بقول لها انا مش عارفه، وبلطم على وشي وبصرخ جامد وبعيط وببكي، لحد ما فجاه قلت لها تعالي. جرينا تحت البطاطين وعملنا اللي عملناه امبارح ونمنا. تاني يوم حكينا اللي حكيناه محدش صدقنا. قررنا انا وكل البنات اننا نسيب المصنع بعد كميه الرعب الشديده. عاوز اقول لك احنا سيبنا المصنع 4 بنات، احنا خلص مننا كتير من الرعب. اللي اتجننت واللي ما بتطلعش من البيت، واللي بقت بتكلم نفسها، واللي بتشوف كل الحاجات اللي كانت بتشوفها معانا في المصنع في كل مكان حواليها دلوقتي. وبقت حاجة مرعبة بطريقة بشعة جامدة جدا. القصة دي يا جماعة قصة ليها جزء تاني هينزل الفيديو الجاي، فانا كل اللي عاوزه منك تتابع القناة وتشترك فيها وخليك معايا عشان اقولك على حاجة. بدأ ان في خيالات تمشي معاهم في المصنع قبل ما يمشوا. الخيالات دي كانت بتنادي، كل خيال بينادي بنت باسمها، وزي ما يكون كل خيال منهم مرتبط بواحدة منهم، زي ما يكون قارنهم او حاجة زي كده والعياذ بالله. وانا مستني كومنتاتكم هرد عليها، القصة دي حقيقية ولا غير حقيقية.
فضلا وليس امرا تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس، ولو عندك تجربه جروب على الفيسبوك تجارب حقيقيه خش سيب تجربتك هتنزل في فيديو.